السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ترجم الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نحضروا واحد الطبق تقليدي مغربي اصيل، مرقه ديال السلاوي الغنيه عن التعريف اللي كيجي لذيذ بزاف بزاف. غيعجب ان شاء الله وليداتكم. غتعتمدوا هاد الطريقه اللي كندير انا اللي ما كنستغناش عليها، وهكا كيجيني السلاوي طيب زوين، زبده والمذاق ديالو غزال. نبداو على بركه الله. عندنا معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال القزبر، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه ديال البزار، معلقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال العطريه ديال اللحم اللي ديجا شاركتها معكم، ومليحه، وشويه ديال الربيع، وربعه ديال الدروس ديال الثوم، نص حامضه مصيره كبيره، شويه ديال الزعفران، معلقه ديال السمن، والبصله كناخذوا واحد 3 الكركوبات مويان، وطريفه ديال اللحم على القياس اللي بغيتو. كناخذوا واحد القميله ولا طنجره ولا حتى طاجين، كنديروا فيها اللحيمات ونديروا عليهم الزيت ونخليهم يتشحروا على الجهات بجوج. البنات هاد الطريقه هذه راه كتخلي اللحم يجي فتي، وكيجي حتى البنه كيطلق البنه ديالو، غير كيتشحر لينا على الجهات بجوج. كنبداو نضيفوا الملحه، نضيفوا الخرقوم، نضيفوا التحميره، نضيفوا سكينجبير، البزار، المهم كنبداو نضيفوا العطريه كامله. بالنسبه للعطريه اللي قلت لكم ديال اللحم راه ديجا شاركتها معكم البنات، راه كتجي رائعه وكتجي زوينه، بالاخص الا صيبتوها بيديكم. راه شاركتها معكم ديجا، راه حطيتها لكم حتى في الانستغرام، غنخلي لكم الرابط ديالها. وراه حطيت بزاف ديال العطريات اللي صراحه كيساعدوك على الطياب وكيجي بهم طياب بنين. صافي كنزيدوا هنا السمن، معلقه ديال السمن، وكنديروا واحد التحريكه صغيره ونضيفوا البصله راه كيبغي يسلاوي البصله، 3 د البصلات اللي درت هنايا. صافي وكنزيدوا الثومه ونزيدوا داك الحامض اللي قلنا نص حامضه. البنات انا ما كنديرش مطيشه الصراحه، راه بالحامض كيجي واعر احسن من مطيشه، غير اعتمدوا هاد الطريقه راه غادي يعجبكم بها بزاف بزاف. صافي وكنديروا شويه ديال الزعفران حتى هو كيعطي ليه واحد المذاق زويون. والبنات باش ما ننساش بالنسبه للتحميره، حتى هي راه كنت وعدتكم انني نحطها لكم، كنصيبها في الدار، راه حطيتها لكم الا بغيتوا تدخلوا تشوفوها. حتى هي حطيتها في الانستغرام وحطيتها لكم في اليوتيوب. ايوا هنا خليت اللحم يطيب شويه، دخلوا شويه الطياب، عاد غادي نزيد ليه الربيع. طبعا هنا غادي نضيف ليه شويه ديال الماء، ولكن ما تضيفوش الماء بزاف، جيد 3 ديال الكيسان غير اللي غيطيب فيه شويه اللحم وصافي. ديك ساعات الا خصنا الا زدنا سلاوي ديك ساعات غادي نزيدو. صافي وكنخليه يطيب على خاطرو، وضيفوا الماء طايب ما تضيفوهش بارد. صافي هنا سديت على اللحم غطيته. ايوا نوجد السلاوي، درت هنايا معلقه صغيره ديال العطريه ديال اللحم، وشويه ديال الربيع، ومعلقه كبيره ديال التحميره. ديجا قطعت السلاوي، راكم كلكم كتعرفوا كيفاش تقطعوا، ما كاينلاش نبقى نضيع لكم الوقت ديالكم ونبدا نصايب فيه قدامكم. صايبته هنايا صافي غنضيفهم للسلاوي، وغنضيف ليه حتى شويه ديال الزيت ونخلطو مزيان، نحركو مزيان حتى فهمتي تلبس لينا ديك العطريه وداك الربيع داك السلاوي. صافي عاد نحطوه في القميله. هنايا راه اللحم راه دخلو طياب مزيان، يعني قريب صافي طيب، لان السلاوي راه بالزربه كيطيب لينا، راه ما كيتعطلش بزاف. داكشي علاش مزيان طيبوا اللحم. شوفوا ليا المريقه كي كتجي شهوه منها، راه كيجي البنات غزال وكيجي بنين، غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم ان شاء الله. ايوا هنا غادي نضيف السلاوي المريقه، وغادي نضيف ليه شويه ديال الماء. خاصني راكم شفتوا المريقه ما بقاتش بزاف، ولكن غادي نضيف غير كويس ديال الماء. كي قلت لكم ما تيبغيش المرقه بزاف، وكيخصو يجي ملبي، يجي المريقه ديالو خاتره. والبنات حتى بالنسبه للطراوه خص السلاوي يكون طري مزيان باش يجيكم بنين. عرفتوا دابا راه تبارك الله راه وقيتو هادي استغلوه. ايوا صافي غادي نسد عليه ونخليه يطيب. وها هو السلاوي ديالنا طاب تبارك الله. شوفوا كي كيجي ليا، كيجي معلك تبارك الله، وكيجي طايب زبده. وهنايا قدمته في طاجين، عجبني نقدمه في طاجين. والناس اللي ديجا ذاقوا عندي هاد المريقه هادي قولوا لي، بانوا لي هنا في التعاليق، قولوا لي المتتبعين كي جاتكم المريقه ديال السلاوي، ولكن بكل صراحه. ايوا هنا الغزالات ديالي كيتسالى الفيديو بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده بحول الله وقوته. وما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا الجرس، وانضموا للمطبخ ديالي الصغير اللي عجبكم المحتوى، باش طبعا يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق باش كتفضلوا المرقه ديال السلاوي، واش بالحامض ولا بمطيشه. نخليكم تلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده بحول الله وقوته. في امان الله.